السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشارات ضبط الوقت تعلن 10 مساء في مصر، 10 مساء من كورنيش الغردقة، 10 مساء من وسط البلد. كورنيش الغردقة مش محتاج فيديو، كورنيش الغردقة محتاج فيديوهات كتير علشان أشرح لحضراتكم المناطق اللي فيه والفنادق السياحية والمنتجعات والقرى السياحية، بس على قد ما بقدر بوصل الصورة لحضراتكم. احنا دلوقتي على كورنيش الغردقة. كورنيش الغردقة بيبدأ من مسجد المينا، احنا طلعنا من عند مسجد المينا متجهين الى اخر كورنيش الغردقة اللي هو المستشفى العام بالغردقة. دلوقتي احنا امام قرية عربي على اليمين، والشهيرة واقدم قرية سياحية اتنشأت على الطريق، حتى في ناس بتقول عليه طريق عربية، تمام، وفي ناس بتقول عليه كورنيش الغردقة. حتى خطوط السرفيز، يعني تلاقي السرفيز مكتوب عليه ايه؟ خط عربية، طريق عربية، لانها اشهر قرية سياحية واقدم قرية سياحية اتنشأت على الطريق ده. في وشها على طول عماير اتحاد ملاك، مجموعة صغيرة كده من العماير اسمها تقسيم القضاة. وفي وش قرية عربية برضو المنطقة الشهيرة، منطقة عربية وكلها اتحاد ملاك. هو عموما على طول الكورنيش، على طول الكورنيش على بعد 7 كيلو، لان الكورنيش من ميدان السقالة لحد الدهار المستشفى العام 7 كيلو. مش هتلاقي عماير حكومية، الا في عماير صغيرة برضو هتقابلنا في الطريق، ده عماير انشئت في الثمانينات، تمام. يعني قصد اقول ان اكتر المناطق اتحاد ملاك، منطقة عربية، منطقة بيروت، منطقة القيادات، تقسيم القضاة، وفيها منتجعات سياحية وفيها كومباوندات وفيها قرى سياحية. وما ننساش طبعا الممشى السياحي الجديد اللي المحافظ شغال فيه بقاله فترة، تمام، ولسه ان شاء الله بيستكمل الانشاءات فيه. هيقابلنا دلوقتي بعد القرية اللي جاية دي على طول، دي قرية سياحية اسمها صن دايز، وفي وشها على طول فندق ميريت، وجنبه فندق الذهبية. ما تستغربش ان الشوارع فاضية، هو جمال الغردقة ان هي شوارعها رايقة زي ما حضرتك شايف. احنا مش عايزينها تبقى زحمة، احنا سايبين الزحام في بلادنا وعايشين هنا من سنين علشان احنا عايزينها كده، وبنتمنى من الله ان هي تفضل كده. هو جمال الغردقة ان هي بعيد، لانها لو قريبة من بلاد الدلتا كان زمانها دلوقتي زي اسكندرية، كان زمانها زي مرسى مطروح. هو الجمال في الغردقة ان هي بعيد فعلا، والميزة فيها ان هي بعيد، والميزة فيها ان هي هادية. ده بداية الكورنيش الجديد اللي المحافظ شغال فيه حاليا. انا كفايه ان انا ماشي في الطريق، قليل جدا ونادر جدا لما بسمع صوت كلاكس عربيه. رقم 2، نادر جدا، ويمكن ما بيحصلش ان انا اسمع الفاظ نابيه في الشارع، حد بيشتم حد، او حتى الشباب الصغير اللي هنا. بجد يعني قليل أوي لما تسمع حد مثلا بيهزر مع زميله وبيشتيمه الاب او الام او الكلام ده، تمام، نادر جدا جدا يعني. وحضراتكم بتشوفوا في الفيديو وبتسمعوا الصوت من الشارع، يعني بتبقوا عايشين معايا، انا ما بقولش كلام ما بيحصلش. حضرتك انا بصور من الشارع، يعني اي صوت اي حاجة خارجة هتوصل لحضرتك. حلاوة الغردقة وجمال الغردقة زي ما حضراتكم شايفين كده، الهدوء، عدم الزحام، شوارع نظيفة، تمشي براحتك. لو انت بتحب المشي على رجليك مش هتلاقي بلد في مصر كلها تلاقي فيها رصيف او شوارع واسعة. شايفين ادي العماير الحكومية القديمة، كام عمارة، حاجات بسيطة خالص يعني.
انا وقفت هنا علشان ما ننساش حبايبنا الاطفال ولادنا، ان احنا مش ناسينكم. يعني دي حديقة الوفاء، فيها هو بيت الرعب وفيها العاب للاطفال وحاجة تفرح، حاجة جميلة قوي. والحديقة دي دخولها مجاني، دخول مجاني وللعائلات. والمشاريب جوه حاجة بسيطة خالص، يعني كوباية الشاي ب5 جنيه، القهوة تقريبا ب7، العصاير الفريش 15. أسعار في متناول الجميع، حاجة نظيفة يعني. نبدأ نتحرك تاني علشان نكمل مع حضراتكم. ما زلنا على كورنيش الغردقة، طريق عربي، من أجمل المناطق ومن أجمل الشوارع ومن أجمل الأحياء في الغردقة كلها. الكورنيش ده من جماله ان انت لو ما جيتش الغردقه من 15 سنه، هي دي الغردقه من 15 سنه، لان ده الطريق الوحيد في البلد اللي ما اتعملش فيه حاجه جديده او حفروا فيه او كسروا فيه كده. يعني هو بس هو دلوقتي حاليا المحافظ بيعمل ممشى جديد زي ما عدى علينا كده في جنب قريه سان دايز وشرحت لحضرتك. وشيء جميل طبعا ان يكون في ممشى للناس، متنفس للناس في المكان ده. دي منطقة الوفاء والامل، ده مسجد الصفا. كل طريق الكورنيش ده 7 كيلو، كل عماير الاتحاد الملاك دي فيها شقق مفروشة بتتأجر باليوم، تمام، طول السنة. عاوز يوم 2 3 اسبوع اسبوعين. وفيها شقق مفروشة بتتباع تمليك، وفيها شقق فاضية بتتباع تمليك. من اجمل وارقى المناطق المحببة الى قلبي شخصيا هو طريق عربية بالمناطق اللي فيه. ده كده على يمنا فندق هيلتون بلازا، وفي وشه كومباوند كليوباترا، وداخلين على شاطئ الجيش. شاطئ الجيش على يمنا على طول بعد السور ده. شاطئ الجيش فيه العاب للاطفال، وبالنهار بتدفع رسم دخول 30 جنيه للفرد البالغ، والاطفال الصغيرين بيخشوا ببلاش. من الميزه بتاعته هو وشاطئ السواقي هما الاثنين جنب بعض، نفس المميزات. رسم دخول 30 جنيه للبالغ، والاطفال ببلاش، وفيهم العاب. بالليل بقى الدخول مجاني للاسر كلها، الدخول مجاني بالليل، ما بتدفعش رسوم دخول. انما بالنهار علشان البحر بتدفع رسم دخول 30 جنيه. في وشنا على طول على شمالنا، على شمال الكاميرا، منطقة القيادات الجميلة المشهورة. منطقة القيادات منطقة مصيفية سكنية، فيها شقق برضو زي ما ذكرت لحضراتكم، شقق مفروشة بتأجر باليوم. ادي شاطئ الجيش اهو في وش المنطقة، وادي الالعاب اهي، العاب الاطفال. الدخول بقى بالليل بعد المغرب مجاني. بعد المغرب الدخول فيه وفي شاطئ السواقي اللي جنبه مجاني. يعني انت حضرتك لو خدت شقة تمليك في وش الشواطئ دي، يا دوب بس بتعدي الاسفلت اللي احنا ماشيين عليه ده. المنطقة في على شمالنا منطقة القيادات، فيها شقق ايجار باليوم، وفيها شقق تمليك فاضية، وفيها شقق تمليك بتتباع بالعفش بتاعها. احنا كده في وسط البلد وعصمة البلد، كورنيش الغردقة، طريق عربية، كل حاجة حواليك، كل حاجة. المدارس والصيدليات والمستشفيات والكافيتريات والمطاعم والفنادق والبحر والشواطئ والمواصلات اللي احنا ماشيين عليه ده. في خط سيرفيز شغال 24 ساعة، والتاكسي موجود. كل حاجة حواليك، كل ما تحتاجه تحت ايدك. دي منطقة القيادات، من اجمل المناطق هنا.
لانها بتقع على البحر مباشره، بينها وبين البحر الطريق الاسفلت اللي احنا ماشيين عليه، وفي وسط البلد. حاجه جميله جدا. على يميننا قرية الجيسوم، قرية سياحية، وجنبها فندق ساندي بيتش، وبعد ساندي بيتش 3 كورنر. على شمالنا بقى هنا، على شمال الكاميرا، دي المستشفى العام. المستشفى العام بتاعت الغردقة اهي، الكاميرا جابها دي، هي دي المستشفى العام في الغردقة. شايفين نظافة الشوارع، حاسين بالهدوء، الجمال، الراحة. أنا بدعو كل حد زهقان من مكانه، زهق من الزحمة والضوضاء والضجيج والمشاكل، هتلاقي نفسك. لو انت ما بتحبش الهدوء، بتحب الزحمة والضوضاء والمشاكل، ما تجيش احسن. لو انت بتحب الزحمة والهيصة والزيطة، خليك في وسط الزحمة والهيصة. انما الغردقة بلد للي عاوز يغير من حياته، يعني عاوز يعيش في مكان هادئ. هي دي. دي عماير اتحاد ملاك اهي. وده نادي ضباط الشرطة. حاجة نظيفة قوي، حلاوتها ان هي هادية، وحلاوتها ان هي بعيد، واحنا عايزينها ونتمنى من الله ان هي تفضل كده، مش عايزينها تزدحم. لان لو الغردقه بقت زحمه، ايه الفرق بينها وبين القاهره او اسكندريه او مطروح او المحله، المنصوره، طنطا، او الشرقيه، او كفر الشيخ، او بلاد الدلتا دي؟ هي حلاوتها ان هي بعيد وهاديه. دي المستشفى العام في وشنا. شايفين الميادين، شايفين الوسع، شايفين الشوارع الواسعة والهدوء. نادر لما تسمع كلاكس عربية، نادر لما تسمع أصوات عالية في الشارع من ناس، أو حد بيشتم التاني، أو الكلام ده، أو أي ألفاظ نابية، تمام، أو أي ألفاظ وحشة ودنك تسمعها. الحمد لله على النعمة اللي احنا فيها، نعمة الهدوء. مستشفى الغردقة العام. على مدار 20 سنة في الغردقة قابلت ناس كتير هنا، وهنا تلاقي الناس جميلة كده وطيبين وبسيطة، يحكي لك عن قصته، يعني جه الغردقة ازاي. في منهم جه بالصدفة، في منهم كان جاي يصيف بالصدفة خالص، عن طريق مثلا حجز فندق اسبوع والبلد عجبته، فقرر ان هو يستمر هنا وما يروحش بلده تاني، تمام، وقرر ان هو يكمل حياته هنا في الغردقة. في اللي كان جاي شغل زمان ونزل وربنا كرمه. تسمع هنا قصص كتير جميلة يعني. في نسبة كبيرة جدا هربانة من المشاكل والازدحام، ودي نسبة كبيرة جدا من سكان الغردقة. بجد عمار يا غردقة، بجد ربنا يحميكي، بجد ربنا
يحرسك من كل شر. بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى البلد دي شفنا فيها كل خير. بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى ما شفناش من أهلها إلا كل خير وكل طيب. يعني أنا عن نفسي بحكي عن نفسي، أنا أعز أصدقائي هنا من أولاد البلد ومن الصعيد، ناس عشرتهم طيبة. انت ينقصك القرار، وما تخليش حد يخدلك، وما تخليش حد يسحبك لورا. اعمل بالاسباب، استخير ربنا، اتوضى وصلي ركعتين لله واستخير ربنا. ومعنى كلمة الاستخارة بعد ما بتصلي وبتستخير ربنا بتمضي في الامر. لو الامر مشي معاك ان شاء الله خير باذن الله تعالى، وانت مش هتخسر حاجة. تعالى جرب وانزل بنفسك وشوف، وتمشى في البلد وشوف، ولعله خير ان شاء الله. وكله في الاخر كل واحد بياخد نصيبه، بس احنا مجرد اسباب لبعض. انا على قدر الامكان بحاول انقلك الصورة على قدر معرفتي بالبلد، وعلى قدر خبرتي هنا على مدار 20 سنة. بحاول انقلها لاي حد بيفكر ان هو يغير حياته او ينقل نفسه من الضوضاء والزحام